السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وسعادة بإذن الله. النهاردة هتكلم على فير اند لافلي، اللي هو الفرق بين المصري والفرق بين الاماراتي او الاماراتي. متهيألي اماراتي، هو مش مكتوب هنا بس انا جبته، هو مكتوب عليه ان هو اماراتي. اهو صنع في امارات. قبل ما اتكلم عنه، اللي لسه مشتركش في القناه يدوس على زر الاشتراك اللي تحت او يعمل سبسكرايب، فعل الجرس اللي جنبه عشان كل فيديو انزله يجيلك على طول. اول حاجه انا جبت اللي هي الانبوبه الصغيره بتاعه الفير اند لافلي. هو مكتوب عليه اللي هو كريم معزز بالسيرمز او بالسيرم. ده الشكل اللي هو الجديد بتاعه. بصوا ده الشكل الجديد بتاعه. الحجم ده حوالي يعني 12 جنيه او فرنج 15 جنيه، يعني فرنج ده مش عارفه بكام بالظبط. بس هو انا للاسف هو سيء قوي 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 قوي، معرفش ازاي ناس بتستخدمه. في فرق شاسع بين المصري والمستورد، فرق شاسع. ايه هو الفرق؟ اول حاجه الفرق في الكريم نفسه. بصوا الكريم ده نفسه تقيل قوي، تقيل، وفي نفس الوقت ما بيفتحش، ما بيعملش اي رياكشن معاه، وفي نفس الوقت تقيل قوي على البشره. يمكن عشان انا بشرتي دهنيه مش عارفه، بس انا شايفاه. بصوا شايفين؟ ما مش بتعمل بسهوله، وفي نفس الوقت تقيل قوي قوي. يعني انا حاسه ان في حاجه تقيله على بشرتي، ما حبيتهوش خالص، حاسه يعني مش مرتاحاله، فاهمين؟ تاني حاجه عرقني للاسف، معرفش ازاي بس هو عرقني. تالت حاجه بحس ان هو بيجير، ما بيفتحش، لا بيجير. يعني بصوا الفرق بين الاتنين، بيجير. ملمسه مش حلو خالص. انا مش عارفه الناس ازاي يعني على طول بتاخد فير اند لافلي من الصيدليه وفرحانه بيه قوي، معرفش ازاي بتستعمله. بس هو للاسف هو رديء قوي قوي قوي. فانا استخدمته، وبعد ما استخدمته لقيت نفسي بعرق، لقيت نفسي حرانه، وشي حران، وشي مش مستحمله حاجه، وشي فعلا كان حران. يعني انا كان جسمي كان كويس بس وشي نفسه هو حران، يعني انا حسيت الاحساس ده. فلقيت نفسي ان عشان انا حاطه فريند لافلي اللي هو المصري، في نفس الوقت ان هو بحسه ان هو بيغير البشره، مش بيفتح، بيغير. وبعدين بتحس ان انتي مش حاطه اي حاجه في بشرتك، يعني كانك حاطه مش عارفه يعني الكريم المرطب احسن منه بكتير. هو سعره رخيص، وحجمه حجمه صغير على سعره، مش يعني ممكن مش عارفه. بس هو ده حجمه 80 جرام، فهو كان ب100 وحاجه، ممكن ناس تستغلاه، بس انا بالنسبه لي ال80 جرام ب100 وحاجه احسن لي من ده مليون مره. لان اول حاجه ده خفيف قوي على البشره، عملت لكم ريفيو عنه قبل كده. خفيف قوي على البشره تمتصه بسرعه، فعلا بيفتح البشره، تحس ان في فعلا حاجه حطاها على بشرتك، بتعمل زي الجلو فعلا. ما بتحسيش ان انتي حاطه حاجه تقيله، ما بيعرقش، ما بيحررش، ما بيخليكيش فيه تشققات على بشرتك. انا الصراحه عجبني قوي اللي هو المستورد او اللي هو الاماراتي، عجبني قوي قوي قوي، حبيته خالص عن المصري. انا قلت ان انا اجرب المصري، يمكن يطلع حلو، لان انا بشوف ناس كتير قوي بتجيبه، فقلت يا ربي طب ما انا اجربه، طيب يمكن تظبط معايا. فلقيت ان هو للاسف ملوش اي 60,000 لازمه، يعني حرام دفع فيه فلوس. فانا نصيحه مني، اللي حابب يجيب فير اند لافلي، اللي حابب انا مش بجبركم على حاجه، او مش بقول لكم هاتوه لازم تجربوه، مش هقول لكم الكلمه دي. اللي حابب يجيب فير اند لافلي هاتوا اللي هو المستورد، احسن من المصري مليون مره. لان المصري مش هيعمل لكم اي حاجه، والناس اللي بشرتها دهنيه زيي، يعني انا حاسه في حاجه تقيله هنا على ايديا، مش مرتاحه، حاسه ان في حاجه تقيله. فهاتوا ده حلو قوي، بيقعد معاكم فتره كبيره. بصوا شايفين؟ حلو قوي وناعم، ريحته جميله قوي قوي،
يعني ريحته حلوة قوي. بصوا شايفين البشرة امتصته على طول على طول، مفيش وقت، مش بيغير يعني. شايفين مفيش اي حاجة. فنصيحة مني ما تجيبوش الفير اند لافلي المصري، دي نصيحة مني لوجه الله. فبلاش منه المصري، لان المصري زبالة قوي. فهم ممكن انا حاسة ان هم ما كانوش الشكل ده، كان عليه كان في شكل تاني قديم ده مكتوب عليه اللي هو معزز بالسيرم، بس انا مش شايفه ان هو معزز بالسيرم، مش حاسه بده يعني. مفهوش مالتي فيتامين اللي هو المتطور، مش حاسه ان في تطوير فيه يعني. حاسه ان هو ممكن انا مجربتش القديم، ممكن الناس اللي جربت القديم وتجرب الجديد ممكن تحس بفرق. ممكن تقول في ناس ممكن تقولي لا ده جميل وانا بستخدمه وكده. في ناس كتيرة بتستخدمه، وفي ناس كتيرة بتحبه، وفي ناس كتير اكيد عارفة الفرق بين القديم، الشكل القديم والشكل الجديد. انا معاكم في دي، بس انا عشان انا جربت الشكل الجديد اللي هو مكتوب عليه جديد، واللي هو مكتوب عليه بالسيرم، ومكتوب عليه اللي هو فيتامين متطور، وجربت اللي هو ده اللي هو الاماراتي. فانا حاسه فرق شديد، حاسه فرق شاسع بين الاتنين. فمش عارفه يعني، اللي حابب يجرب، واللي مش حابب براحته. ده كان فيديو النهارده، واستودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.